الطفل في الفيديو ده بيعاني من تشنجات حرارية بتيجي عادة في سن من 6 شهور ل5 سنوات، بتقعد أقل من ربع ساعة، وبتبقى نتيجة يا إما عدوى يا إما بعد نوع معين من التطعيمات رفع درجة الحرارة أكتر من 38. الطفل ده هتلاقي إن نسبة كبيرة من الأهل حد فيهم حصل له تشنجات حرارية قبل كده. لو هي من النوع البسيط، لو الطبيب أول مرة حصلت تشنجات حرارية وقالك إن هي النوع البسيط اللي بيخلص قبل ربع ساعة، فما تقلقيش منها، وتكوني هادية، وحاولي ما تحطي الطفل في مكان آمن وقت التشنجات الحرارية. على المدى البعيد ملهاش أي مشاكل لو هي من النوع البسيط. لو هي من النوع المعقد اللي بيقعد أكتر من ربع ساعة، لازم الطبيب يقولك تعملي إيه. بنعرف إزاي النوع البسيط هو بيقعد أقل من ربع ساعة، وما بتتكررش خلال 24 ساعة، يعني هي مرة واحدة في اليوم، وممكن في خلال الشهر تحصل له تاني. فعادة ما تقلقيش، بس تستشير الطبيب.